هذا كيف مجلسني كاليسا مجلسني كالي أمة الأباسة كالصوفية سنين ججولا نادا كيف تشوفا أيها المسلمون خطوتنا الآن وحدة الإسلام في بلادنا على عقيدة أهل السنة والجماعة امتثالا بكتاب الله تبارك وتعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. يقول الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. أيها المسلمون لماذا أيها المسلمون لا نتحكم بكتاب الله؟ ولماذا أيها المسلمون لا تلتزم ماذا يمنعنا من الالتزام بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ تعالوا أيها المسلمون، لماذا لم نأخذ كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم؟ ألم يؤخذ علينا العهد أن نلتزم بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم؟ مسلمون الأعزاء، تعالوا نتحول وتعالوا نتجدد عقيدتنا أيها المسلمون، وتعالوا نتجدد عقيدتنا أيها المؤمنون. فلما تعرضون يمينا وشمالا؟ فإنكم بذلك ستحققون إن شاء الله لبلادكم من الكوارث والشرور والفساد ما الله به عليم. أيها الإخوة والأخوات، نحن في حاجة ماسة كشعب المسلمين في غرب أرسي، لا سيما جميع أقاليم الأورومية، لدينا تنبيهات وإعلانات ورسالات إلى جميع السامعين من شؤون مجلس الأعلى للشؤون الإسلامية في إثيوبيا، ولا ننسى ما مر علينا من المشقة والفتنة التي شتتت بين المسلمين وفرقت بين الأخ والأخوات، وحتى دخلت الفتنة بين الأسرة جميعا في زمن من زمن القريب حين كانت الحكومة الجائرية وهي حكومة دخلت علينا المصائب والفتنة والتفريق بين المسلمين، وهم الذين قاموا مع فرقة الفساد الذين أفسدوا بلادنا وهم جماعة عبد الله الحبشي الذين أتوا من لبنان وحاولوا أن يخربوا علينا عقيدتنا، ولكن الله سبحانه وتعالى أبى إلا أن يتم نوره ولو كره المشركون. وهل تريدون أن ترجعوا علينا يا أهل أهباش؟ لا أبدا لا مجال لكم إلا الخيبة والخسران. هل تسمعونني أيها الأهباش؟ لا تستحقون الرئاسة والولاية علينا، ولا تولوا أمورنا بعد هذا إن شاء الله. الله أكبر. وأما الآن نتمنى من الله أن تكون إدارة مجلس الأعلى لشؤون الإسلامية من أهل العقيدة السليمة، من أهل السنة والجماعة، ولا نريد بعد هذا من يفرق بين المسلمين وبين الحكومة بكذب الحديث والبهتان العظيم. رسالتنا إلى جميع المسلمين، رسالتنا الآن إلى جميع المسلمين على أن يؤدوا الأمانات إلى أهلها، لأن الأمانة وهي الرعاية والمسؤولية على أمور المسلمين، ولا نحتاج إلا من يحبه الله ويرضاه من العباد. وكما أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتدعون لهم ويدعون لكم،
وشرور أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم. أيها الإخوة في الله، فالشرع والتطبيق هو سبيل الأمان. وفي الأخيرة أيها المسلمون، تعالوا نختار خيرنا واخترنا أبونا المحترم الشيخ حجي إبراهيم توفى، رئيس مجلس الأعلى للشؤون الإسلامية في إثيوبيا. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. الشيخ حجي إبراهيم رئيس مجلس الأعلى للشؤون الإسلامية في إثيوبيا. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. وأنكرنا الشيخ مفتي حاج عمر ودعناه إلى أسرته بالأمن والأمان. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. وأنكرنا الشيخ مفتي حاج عمر ودعناه إلى أسرته بالأمن والأمان. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. مجلسك إن قصة دران مجتشف ساتور غراماتي جيجي سنيرة مجلسك إن وفاتا كأيكيدا كيبل للرجل إن شاء الله إرغان تنك أمة إسلام بدانو جيتو سنين جدا. وشكرا لكم بحسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.